أهلا بكم. انتصار مهم للنادي الأهلي خارج الديار بهدف حسين الشحات أمام مديامة يضعه في ربع نهائي الأبطال. الحاجة اللي لفتت انتباهي النهاردة مدرب مديامة، الراجل بتاع مديامة نازل ضغط عليك بنظام الراجل ضد راجل، ومراقب ثلاثية الوسط بتاعتك بثلاثي وسط من عنده، ومخلي الظاهرين بتوعك هم مصيدة الضغط بالجناحين، وبيسيب المهاجم بتاعه يضغط جانبيا على عبد المنعم وياسر، فبيتحرر واحد منهم يطلع بالكرة، وبعدين لا يا حبيبي خلاص كده انت هجمتك وقفت هنا، يا بتشعلق كرة هوائية على مودست، يا اما بتتقطع منك اساسا لما بتفكر تمرر للاعب الوسط او على اطراف. مجرد الظهير ما بيستلم بيلاقي مطاردة شرسة من الجناح بتاعهم وبتتقطع. انا بقى مش فاهم ليه وانا في مرحله البناء ما فكرش في حل زي ان اجيب علي معلول اعمل بيه الاوفرلود في العمق علشان اسحب معايا الجناح ده لجوه، وافتح خط تمرير قطري من منعم للشحات مباشره على الاطراف اللي هيتحرك للكره ويستلم وجسمه مفتوح للداخل، ودي اصلا نقطه قوته، فبلمسه اولى للداخل بياخد الظهير في ظهره وبيحمل الكره في المساحه بتاعته للعمق نتيجه نظام الراجل ضد راجل اللي هم عاملينه من الاساس. وقتها هتلاقي الراجل اللي بيراقب إمام هيضطر يسيبه ويضغط على الشحات ويتحرر إمام بين الخطوط، يا إما يسيب الشحات يكمل ويربط مع مودست ونوصل للتلت الأخير بكل سهولة. نفس الكلام من الجبهة الأخرى بتاعة تاو وهاني. نفسي أعرف بقى فين مرونة الفريق لما بيكون عنده مشكلة في مرحلة البناء، وفين الحلول، فين الحلول البديلة، وليه وأنا واقف بتفرج على المشكلة من غير إيجاد حل ليها وأفضل أعاني طول الشوط الأول وفي الشوط الثاني كمان. عموما انتصار مهم، واحد اهم اسباب انتصار الاهلي اليوم هي ردود افعال مصطفى شوبير سواء في الكرات الارضيه او الهوائيه. قادر بأمانة إن هو يقولك إن ده حارس كبير فاهم وهادي ومتماسك ورؤيته جيدة جدا للكرة والتوجيه الجسدي للمسدد، مش فكرة حارس مندفع إطلاقا، بجانب جودته في التصديات في العموم. اللي مساعد إن ده يظهر بشكل أكبر هي شخصيته، بالرغم إن تجاربه كانت قليلة كأي حارس مرمى بيكون في الأهلي مش الحارس رقم واحد، إلا إن ثقته في إمكانياته هي سر استغلاله السريع للفرص اللي بتجيله. مش بس ثقته لكن جاهزيته للفرص دي حاضرة على المستوى الفني والنفسي كمان. من الاخر مصطفى شوبير انا بقول لكم حارس واعد للغايه. مصطفى شوبير في ماتش البلوزداد في قلب الجزائر قدر يعمل 5 تصديات منهم 2 داخل منطقه الجزاء، وكان سبب كبير في خروج الاهلي بنقطه مهمه وبكلين شيت اهم. بيكرر نفس الكلام النهارده امام ميدياما في غانا وبيعمل 5 تصديات برضه، بس منهم 4 داخل منطقه الجزاء، منهم 2 فرصه امام المرمى مباشره، وتصدي كان من خارج المنطقه من فاول اتحط بشكل مباشر اتعامل معاه بكل هدوء. بيكون سبب لتاني مره ان الاهلي يخرج بكلين شيت ويخطف فوز صعب جدا يأهله لربع نهائي الابطال. هفضل شايف ان فرصه شوبير اتاخرت كتير، وده مش بسببه على الإطلاق لكن بسبب السياسة الثابتة المتبعة في العموم من النادي الأهلي العظيم. ولولا السياسة دي كان زمان شوبير منضم بكل سهولة ومن فترة كمان إلى منتخب مصر، واستفدنا من حارس مرمى ذو إمكانيات وجودة بدل ما كنا بنشحت حراس كويسة في بطولة أفريقيا. دمتم في أمان الله.